بسم الله الرحمن الرحيم. شاشة بريمة 32 بوصة ملهاش موديل. ده العطل اللي فيها كده، الخطوط اللي حضراتكم شايفينها دي. هنفتح مع بعض كده بإذن الله ونشوف المشكلة بإذن الله ايه هي، ونحاول نحلها مع بعض. ربنا ييسر الحال بعد الفصل. يا ريت نعمل لايك وشير عشان نقدر نفيد أكبر قدر من الناس، واشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. رجعت لحضراتكم بعد ما فتحت مفاجأة والواقع الأليم إن احنا قابلنا البانل ده البانل اللعين اللي احنا بنحذر الناس منه. اول ما تشوف البانل اهرب منه على طول، ما تشتغلش فيه. جايلك باك لايت او جايلك الخطوط اللي معايا دي، ولا تمد ايدك عليه خالص. حتى لو جايلك وانت بتغير جايلك على ان هو تغيير باك لايت وفتحت لقيت البانل ده قدام منك، ولا تمد ايدك عليه. قفل ورجع للزبون تاني. تمام. البانل ده ممنوع الاقتراب او التصوير، انما لو لقيته في ال جي اشتغل مفيش مشكله. في اي شاشه تاني غير ال جي لا. البانل ده رقمه اهو، الموديل بتاعه اهو ال سي 320 اي اكس ان اي اس اي 1 كي 31. البانل ده هتلاقيه في شاشات كتير من الصيني القديمه. ادي المساطر بتاعته، كوفات البي في اللي مش موجوده في السوق، عشان لو جايلك باك لايت ورفعته وخططت منك هتشرب تمن بانل. ادي الكوفات بتاعته، ادي المساطر بتاعته. البانل ده ابعد عنه خالص، اوعى تشتغل فيه خالص الا اذا كان في شاشات ال جي بس. غير كده اي حاجة تانية اوعى تلمس البانل، واوعى ترفع البانل من مكانه. تمام. كمان مرة، رقم البانل اهو ال سي 320 اي اكس ان اس اي اي 1 كي 31. ممنوع الاقتراب والتصوير. كويس ان البانل ده دخل لنا. انا ما دخليش من ساعه ما بدانا نصور فيديوهات، ما دخلش البانل ده، فكويس ان هو دخل عشان نحذر حضراتكم منه. يا ريت يا ريت يا ريت تكون المعلومه وصلت، وما تنسوناش من دعوه بظهر الغيب. شرفتوني.